السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض القطايف المقرمشه الجميله دي واللي واخده لون تحفه جدا. الفيديو ده كان المفروض ان انا انزله في رمضان، لكن حصلت ظروف كده وما نزلتش فيديوهات بقالي فتره. فقلت النهارده كده انزل لكم الفيديو وتشوفوا تقولوا لي رايكم ايه. احنا ممكن نعملها في اي وقت، مش شرط رمضان بس، لا ممكن نعملها في الايام العاديه. انا عن نفسي بحب اعملها برضو في الايام العاديه لانها خفيفه ولذيذه وجميله جدا وكمان سهله ومتاخدش وقت. هنعمل بقى القطايف بالقشطة وبالنوتيلا وكمان بحشوات مختلفة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. مش محتاجة ان انت تروحي تشتري قطايف من بره وتحشيها او تشتريها جاهزة، لا انت تعمليها في البيت بكل سهولة واطعم واحلى واسهل من الجاهز بكتير. يلا بينا نشوف المكونات. اول حاجة هنا معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من السميد، عليهم معلقتين كبار من الحليب الباودر. معايا معلقة كبيرة من الخميرة، على معلقة كبيرة من السكر أو معلقتين كبار من السكر. وهنضيف المية تدريجيا، معايا 3 كوبايات من المية. بعد كده هضيف الدقيق، وزي ما انتوا شايفين كده هنقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض. أهم حاجة انه احنا نضيف الدقيق تدريجيا ونقلب لغاية لما كل المكونات تختفي تماما. ممكن تضربوا الخليط في الخلاط او بالهاند بلندر، مفيش مشكله. انا حبيت اعملها بالمضرب اليدوي عشان اللي ما عندوش اي جهاز كهربي. بعد كده بنسيبها ترتاح لمده 10 دقايق. طبعا القطايف ما بتاخدش تخمير او اي حاجه من دي. وهنا كده جهزت معايا فوطه على صينيه، وجهزت الطاسه بتاعتي. بخليها سخنه، مش سخنه قوي قوي يعني، لا هي تسخن شويه. وبعد كده بننزل بعجينه القطايف زي ما انتوا شايفين كده. طبعًا بتعملي الحجم اللي أنتِ عاوزاه، عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، زي ما أنتِ عايزة. وبعد كده القطايف، في أنا قطايف أنا باحمّرها، ودي طبعًا اللي بتاخد اللون الدهبي الغامق شوية، عشان أنا دي مش هاحمّرها في الزيت. هابقى أحشيها بقى شوكولاتة نوتيلا أو ممكن قشطة. وطبعًا دي ما بتحتاجش إن هي تنزل في الزيت. أمّا القطايف الفاتحة شوية اللي هي البيضة بقى دي، دي بقى هننزّلها بقى في الزيت، نحشيها مكسرات، نحشيها تمر، اللي أنتم عاوزينه. وزي ما أنتم شايفين كده هاخلّص كل الكمية وهارجع لكم. طبعًا هي طريقتها سهلة وبسيطة، وكمان طريقة عملها ممتعة جدًا، هتحبوها ومش هتبطّلوا إن أنتم تعملوها. شايفين بقى أنا عاملة أحجام صغننة وعاملة أحجام كبيرة. ممكن برضه نحشيها لحمة مفرومة، وحشوات كتيرة جدًا للقطايف ممكن تعملوها في البيت بطرق سهلة وبسيطة. هاخلّص كل الكمية وهارجع لكم تاني. هنا كده خلاص خلّصت كمية القطايف زي ما أنتم شايفين كده، عملت معايا كمية كبيرة جدًا، جدًا. مش محتاجة بقى إن أنتِ تروحي تشتري من برّه، تجيبي بقى قطايف من برّه والكلام ده كلّه. شايفين بقى قد إيه هي طرية؟ شايفين؟ طراوتها جميلة جدًا، وشايفين اللون بتاعها تحفة إزاي؟ بصراحة أنا مش قادرة إن أنا أسيبها من حلاوتها وجمالها. شايفين بقى؟ خطيرة، 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 خطيرة. شايفين بقى؟ هنا بقى أنا جهزت مكسرات وزبيب وجوز الهند، وهنحط كده معلقتين من العسل عليهم حتة زبدة. وهنقلب المكسرات مع العسل والزبدة. معايا هنا تمر، أنا شلت منه البذر أو النوى وحشيته سوداني أو لوز زي ما انتوا تحبوا، أو ممكن كاجو. وبعد كده هنحشي بيهم القطايف. الحشوات دي بتبقى طعمها رائع جدا جدا. هاجي هنا بقى ايه، هنمسك بقى بتاع المفروض يعني المكسرات نقلبها كويس جدا في الزبدة العسل، ونقفل بقى كده، نحشي زي ما انتوا شايفين كده ونقفل. بصراحة طعمها بيبقى خطير جدا جدا. ممكن بقى انتوا لو حابين بقى تحشوا سوداني بس، تحشوا مكسرات بس، انتوا براحتكم. ممكن زبيب بس، ممكن برضو ملبن لو انتوا حابين ملبن ونحط فيه مكسرات ونحشي بيه القطايف، برضو بتدي طعم حلو جدا. ممكن نحشي القشطة العربية ونحمرها برضو، ما فيش مشكلة. القشطة العربية انا قبل كده عملتها على القناة، هتلاقوها موجودة في اسفل القناة. شايفين بقى؟ خطيرة خطيرة بصراحة، عجباني جدا يعني. بصراحة مش قادرة ان انا اوصف جمالها وحلاوتها. وهنيجي بقى برضو هنا نحشي التمر. التمر ده طعمه جميل جدا 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 في القطايف، كمان له قيمة غذائية عالية جدا وكلنا عارفين الكلام ده. حابة برضو ان انتي ما تحشوش مكسرات برضو ما فيش مشكلة، بس انا حشيت مكسرات وحطيت بقى ايه القطفية الكبيرة اللي كانت بتقابلني وبتبقى فيها فراغات، كنت بحط شوية من المكسرات. هخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. هنا كده انا كنت عاملة القشطة دي وحطيتها في التلاجة. شايفين ازاي؟ هبقى اقول لكم طريقتها في فيديو لوحدها، سهلة جدا.
جبت بقى كيس حلواني كده وحطيته فيها، وهنحشي بقى القطايف بتاعتنا. طبعًا أنا عملت الشكل زي ما أنتم شايفين كده، وهاجي هنا كده أحشي القطايف زي ما أنتم شايفين بالشكل ده الكريمة اللي أنا عملتها، وجبت برضه كيس حلواني تاني حطيت فيه شوية من النوتيلا. طبعًا دول لو أنتم حابين تحمّروهم الأول قبل ما تحشوهم ما فيش مشكلة، بس بصراحة أنا عندي الولاد في البيت بيحبوهم بالطريقة دي، بيحبوها إن هي تكون نيّة زي ما أنتم شايفين كده، ومحشية الشكل اللي أنتم شايفينه ده. أخلّص كل الكمية وأرجع لكم تاني. هنا كده خلاص أنا خلّصت كل الكمية اللي أنا حبيت إنه أحشيها. هاحط بقى شوية من البندق المطحون على النوتيلا، وشوية من الفستق على الكريمة، وهنيجي بقى الشربات كده ونغرقها شوية شربات كده حلوين، هيدوا لها طعم رائع جدًا، جدًا. وهنركنها على جنب. هنيجي بقى للقطايف اللي إحنا حشيناها، هنيجي بقى هنقليها كده في الزيت، الزيت يكون غزير وسخن، بس بقى مش سخن أوي، أوي، إنه لدرجة إن هو يديها لون من برّه وتبقى طرية بعد كده، لأ إحنا نخلّيه بس سخن شوية كده، وبننزل بالقطايف وتاخد اللون الدهبي، ونخرّجها على طول. بنقلّبها طبعًا على الجنبين أو الجهتين. طبعًا أنا باكون مجهّزة السيرب لازم يكون تقيل جدًا، وقبل كده أنا عملته معاكم على القناة قبل كده، وحطيته طبعًا في التلاجة لغاية لمّا تقل تمامًا وأصبح بارد. لازم السيرب أو الشيرة أو الشربات بتاع القطايف لازم يكون تقيل وبارد. هنقلّب بقى القطايف بتاعتنا من وقت للتاني كده، أنا باحبها تاخد اللون الدهبي المايل للبني شوية ده، بيبقى طعمها رائع جدًا، جدًا، زي اللي بنشتريها من برّه وأحسن كمان، بل بالعكس يعني ما فيش وجه مقارنة بين اللي بنشتريها من برّه وبين اللي إحنا عاملينها في البيت. شايفين بقى لونها وجمالها إزاي؟ هاخرّجها بقى بعد ما أخدت اللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده كده، هنخرّجها وأحطها على طول في السيرب زي ما أنتم شايفين كده، جبت لكم لقطة بسيطة منه. نحط كده على طول في السيرب، وطبعًا مجهزة مصفى معايا بحيث إنه أنا أطلّع من السيرب وأحط في المصفى على طول، بحيث إن هو ما يبقاش معايا نسبة كبيرة أوي من الشوربات أو السيرب، زي ما أنتم شايفين كده، شايفين شكلها ولونها جميل إزاي، تحفة، تحفة، تحفة بصراحة، طعمها خطير جدًا، جدًا. أخلّص كل الكمية وأرجع لكم. وهنا كده خلاص خلّصت كل الكمية زي ما أنتم شايفين كده، عملنا بقى النوتيلا، عملنا الكريمة، عملنا بقى المكسرات. طبعًا هي مقرمشة من جوّه مقرمشة سوري من برّه وطرية من جوّه، طعمها في قمة الجمال. يا ريت تجربوها هتعجبكم جدًا، جدًا. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم النهارده، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايك وشير للفيديو. باي باي.